السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ في فيديو النهاردة هنتكلم عن لعبة هالو نايت سايك سونج وايه الفرق بينها وبين الجزء الأول من اللعبة وسبب الضجة الكبيرة وحماسة الناس ليها. أهم حاجة ما تنسوش تكملوا الفيديو للآخر عشان هنعرف في آخر الفيديو ايه الأسباب اللي خلتها لعبة القرن. قبل ما نبدأ طبعا ما تنسوش تدعوا لإخواتنا إن ربنا ينصرهم ويقويهم في الحرب اللي هم فيها، وما تنسوش طبعا إن المقاطعة برضه حرب ومش هتنتهي غير بنصر إخواتنا إن شاء الله، وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مستعدين؟ يلا نبدأ. لعبة هالو نايت سايلكي سونج تعتبر تكملة للجزء الأول واللي اسمه هالو نايت، بس بدل ما انت بتلعب بالشخصية الرئيسية في الجزء الأول اللي هو الفارس الصغير ذا نايت، هنا اللعبة بتنقلك لشخصية تانية تماما وهي هورنت. لو فاكرها من الجزء الأول، دي كانت الخصم أو الحليف اللي ظهرت أكتر من مرة في القصة وكانت بتقاتلك وبتراقبك. في الجزء الجديد بقى هي البطلة اللي هتتحكم بيها. القصة بتبدأ إن هورنت بيتم أسرها ونقلها لمملكة جديدة غامضة اسمها فارلوم. المملكة دي مش مجرد مكان مظلم ومنهار زي هالو نيست اللي شفناها في الجزء الأول، دي مختلفة تماما. مملكة فارلوم عبارة عن أرض عالية جدا شبه برج أو جبل عظيم، والرحلة كلها هتكون إنك بتطلع لفوق بدل ما تغوص لتحت زي ما حصل في هالو نايت. الفكرة الأساسية إن هورنت لازم تهرب من الأسر وتعرف هي اتسحبت هنا ليه، وفي نفس الوقت تكتشف أسرار المملكة والمصير اللي مستنيها. أسلوب اللعب بيتغير بشكل واضح جدا. هورنت مش زي الفارس الصغير، هي شخصية سريعة عندها رشاقة عالية جدا وبتستخدم إبرة وخيط كسلاح. الإبرة هنا مش مجرد سيف صغير، دي أداة مرنة جدا بتسمح لك بحركات قتال سريعة وهجمات متتابعة. وكمان الخيط ممكن تستخدمه في التنقل أو تسلق أو حتى تجذب نفسك ناحية الأعداء. ده بيخلي أسلوب اللعبة أكتر حيوية وسرعة، كأنك بتلعب بلعبة منصات مليانة أكشن مش مجرد لعبة استكشاف وقتال عادي. اللعبة بتعرض لك عالم مليان بالتفاصيل والبيئات المختلفة. هتلاقي نفسك بتمر بمناطق متنوعة جدا زي كهوف مليانة أشواك أو غابات مورقة، مدن مهدمة ومعابد قديمة. كل منطقة ليها أعداء خاصين بيها وألحان موسيقية بتعبر عن جوها وتصميمات معمارية مختلفة تخليك حاسس إنك في رحلة ضخمة جدا. والمميز إن تصميم المراحل هنا معمول بشكل يخليك تحس فعلا إنك بتتسلق وبتطلع لفوق، وكل ما توصل لمكان أعلى هتشوف مناظر جديدة توضح لك ضخامة المملكة اللي أنت فيها. بالنسبة للأعداء، اللعبة هتديك كمية كبيرة جدا من الوحوش والمخلوقات الغريبة اللي لازم تواجهها. الأعداء هنا مش مجرد عوائق بسيطة، كل واحد فيهم ليه حركاته وأسلوبه في القتال، وبعضهم هيحتاج منك تركيز وتكتيك علشان تقدر تتغلب عليه. غير كده في أكتر من 150 عدو مختلف، وده رقم ضخم جدا مقارنة بالجزء الأول. ده معناه إن كل منطقة جديدة هتلاقي فيها تحديات مبتكرة وأعداء بيجبروا دماغك على إنك تبتكر طريقة لعب مختلفة، كل واحد فيهم بيختبر جانب معين من مهاراتك. كمان اللعبة هتقدم زعماء بعدد كبير ومتنوع، ومن المعروف إن استوديو تيم شيري بيحب يعمل زعماء معقدين كل واحد فيهم بيختبر جانب معين من مهاراتك. في سايك سونج الموضوع ده متوسع أكتر، كل زعيم ليه شكل مميز وحركات خاصة، وأحيانا بيكون ليه دور في القصة مش مجرد عقبة عادية. المواجهات دي هتكون لحظات أساسية في رحلتك وهتخليك تحس دايما إنك في اختبار مستمر لقدراتك كلاعب. واحدة من الاختلافات الكبيرة عن الجزء الأول إن هورنت بتجمع سايك بدل سول. في هالو نايت كنت بتجمع روح عشان تعالج نفسك أو تستخدم قدرات خاصة، هنا بقى الخيط اللي هو سايك ليه استخدامات كتير زي إنك تعالج نفسك بسرعة أكبر أو تعمل هجمات خاصة بخيطك وإبرتك، وكمان يفتح لك قدرات جديدة في التنقل أو القتال. ده بيخلي المعارك أسرع وأكتر ديناميكية، وكأن اللعبة بتكافئك لو كنت نشيط وسريع بدل ما تكون بطيء ومحافظ. بالإضافة لكده اللعبة هتديك مهمات جانبية من شخصيات مختلفة هتقابلها في رحلتك. الشخصيات دي مش مجرد NPCs زي الجزء الأول، لا هنا في نظام شبه دفتر مهام بيعرض لك الشخصيات اللي قابلتها والطلبات اللي عايزينها منك والمكافآت اللي هتاخدها لو نفذتها. ده بيخلي العالم أكتر حياة وبيخليك تحس إنك جزء من مجتمع فعلي مش مجرد شخص ماشي لوحده. وأخيرا من الناحية الفنية والموسيقية، سايلك سونج مكملة جمال الجزء الأول. الرسومات الكرتونية اللي مليانة تفاصيل دقيقة لسه موجودة مع لمسات جديدة بتخلي كل منطقة ليها هوية بصرية واضحة. والموسيقى من تأليف كريستوفر لارج اللي عمل موسيقى هالو نايت واللي معروفة إنها تدمج بين الهدوء والرهبة والحزن، وده بيضيف جو عاطفي قوي جدا يخلي التجربة مش مجرد لعبة أكشن لكن رحلة نفسية كمان. طيب بعد ما عرفنا البداية والشخصية والأسلوب، تعالى ندخل في التفاصيل الأعمق اللي هتخلي سايلك سونج مش مجرد تتمة للجزء الأول لكن لعبة مستقلة ليها روحها الخاصة. أول حاجة الرحلة بتاعت هارنت في مملكة فارلوم مش مجرد هروب من الأسر أو مواجهة الوحوش اللي قدامها. القصة كلها مبنية على فكرة إن المملكة دي مكان مقدس أو مزار لناس معينة وكأنها مدينة
مبنية للروحانيات والطقوس. في نفس الوقت المملكة بتخفي تحتها أسرار كبيرة جدا مرتبطة بماضيها ومصيرها، وهورنت بتلاقي نفسها جزء من الصراع ده. فأنت مش بس بتكتشف مكان جديد، لكن كمان بتحاول تفهم دورك فيه، وهل وجودك فيه كان صدفة ولا مقصود. تاني حاجة من ناحية الاستكشاف، اللعبة بتركز أكتر على إنك تتسلق وتتحرك لأعلى بدل النزول لتحت زي هالو نايت. التصميم ده بيخلي عندك إحساس إنك بتسابق الزمن وبتجري ناحية النور بدل الإحساس بالكآبة والظلام اللي كان مسيطر في الجزء الأول. ومع ذلك لسه في أماكن مظلمة وكئيبة وخطيرة عشان يفضل دايما في تنوع بين مناطق مشرقة مليانة حياة ومناطق مظلمة مليانة خوف. بالنسبة للقدرات والمهارات، هورنت هتتعلم أدوات كتير تساعدها في رحلتها، وده مش بس من خلال جمع الخيط أو القدرات الأساسية، لكن كمان في نظام تصنيع. يعني هتقدر تجمع موارد من الأعداء أو البيئة وتستخدمها لصناعة أدوات خاصة أو تطور بيها أسلحتك. الموضوع هنا بيزود العمق في أسلوب اللعب، لأنك مش بس هتستكشف وتقاتل، لكن كمان هتخطط إزاي تستخدم الموارد اللي جمعتها عشان تجهز نفسك للتحديات الجاية. غير كده، نظام التشارمز اللي كان موجود في هالو نايت بيتغير شوية في سايلك سونج. اللعبة هتديك مجموعة متنوعة من التعديلات على أسلوب لعبك، سواء في الهجوم أو الدفاع أو التنقل. الفكرة إنك تقدر تبني شخصية هورنت بطريقتك وتخليها تركز مثلا على السرعة أو القوة أو الدفاع. ده بيخلي التجربة مرنة جدا ومناسبة لكل لاعب. في جانب تاني مهم جدا وهو التحديات والاختبارات. اللعبة مش بس هتعتمد على القتال العادي، لكن كمان هتقدم مهمات أو تجارب خاصة تخليك تختبر مهاراتك في القفز أو حل الألغاز أو مواجهة أعداد كبيرة من الأعداء. الحاجات دي بتدي تنوع وبتكسر الملل وبتخلي اللعبة مش مجرد اقتل وامشي. كمان اللعبة هتديك فرصة إنك تتفاعل مع شخصيات كتير، وكل شخصية ليها شخصيتها المميزة وقصتها. الشخصيات دي ممكن تساعدك أو تطلب منك طلبات معينة أو حتى تبقى ضدك بشكل غير مباشر. ده بيخلي العالم غني أكتر ويخلي كل لقاء مع شخصية جديدة فرصة إنك تعرف تفاصيل إضافية عن المملكة أو عن نفسك. كمان أصوات الأعداء والبيئة والخيوط اللي بتستخدمها هورنت هتكون معمولة بدقة تخليك تحس بكل حركة صغيرة في المعركة. أهم حاجة بقى التجربة الكاملة للعبة سايلك سونج هتكون مزيج من الأكشن السريع والاستكشاف العميق والتحديات الصعبة زي الجزء الأول. اللعبة مش هتديك كل حاجة على طبق من ذهب، لكن هتسيبك تكتشف لوحدك، تربط الأحداث وتفهم القصة مع الوقت. يعني مفيش شروحات طويلة أو أوامر مباشرة، أنت بنفسك هتبني فهمك للعالم من خلال الاستكشاف والكلام القليل اللي تسمعه من الشخصيات أو تلاقيه في البيئة. وده اللي بيخلي اللعبة ليها طابع غامض ومثير يخليك عايز تكمل وتعرف النهاية. وأخيرا، هالو نايت سايلك سونج مش مجرد جزء تاني والسلام، لكن لعبة كاملة قائمة بذاتها. حتى لو حد ما عندوش خبرة مع الجزء الأول يقدر يبدأ بيها ويفهمها، لكن اللي لعب هالو نايت هيحس بعمق أكتر، خصوصا في شخصية هورنت وعلاقتها بالماضي وبالمملكة الجديدة. تعالوا بقى نعرف إيه الأسباب اللي خلت هالو نايت سايلك سونج اتشهرت وبقت من المرتبة الأولى عند ملايين اللاعبين. أول سبب هو إن الجزء الأول كان نجاح ضخم جدا، واللي هو تيم شيري. لكن الناس اتفاجئت بجودة اللعبة، عالم واسع وتصميم عبقري، موسيقى خرافية وصعوبة ممتعة. النجاح ده خلى أي إعلان عن جزء جديد يصير ضجة ضخمة. تاني سبب إن شخصية هورنت أصلا كانت محبوبة جدا في الجزء الأول، كل الناس كانوا عايزين يعرفوا قصتها ويشوفوا إيه اللي ورا قوتها وغموضها. فلما أعلنوا إن سايلك سونج هتخليك تتحكم بيها، ده كان حلم اتحقق لعشاق هالو نايت. تالت سبب التطور الكبير في كل جوانب اللعبة. الاستوديو أعلن من البداية إن سايلك سونج مش مجرد إضافة صغيرة أو توسعة للجزء الأول، لكنها لعبة مستقلة أضخم بعالم جديد كليا، بأعداء أكتر من 150 عدو وزعماء كتير ونظام مهمات عميق. ده خلى الناس تعتبرها قفزة مش بس تكرار للنجاح. رابع سبب إن أسلوب اللعب في سايلك سونج بقى أسرع وأكشن أكتر بكتير. هالو نايت كانت معروفة بالجو البطيء شوية والاستكشاف الكئيب، هنا بقى هورنت سريعة مرنة وبتتنطط في كل مكان وبتستخدم الإبرة والخيط في حركات مبهرة، فالناس حسوا إن التجربة هتكون مختلفة ومليانة إثارة. خامس سبب إن اللعبة اتحولت لواحدة من أكتر الألعاب المنتظرة في العالم. كل مرة استوديو تيم شيري بينزلوا ترايلر جديد أو معلومة صغيرة، الإنترنت بيتقلب واليوتيوبرز بيفضلوا يحللوا كل نقطة، لدرجة إن في ميمز كتير بقت بتسخر من الانتظار الطويل، لكن في نفس الوقت ده بيزود شهرتها أكتر. سادس سبب إن هالو نايت أصلا بقت لعبة ثقافة مجتمعية، يعني في دوشة ضخمة جدا حوالين اللعبة، بيرسموا فنون عنها، بيكتبوا قصص، بيعملوا تحديات. المجتمع ده ضخم لدرجة إن أي خبر عن سايلك سونج بينتشر بسرعة زي النار في الهشيم. سابع سبب إنها جت في وقت بقى فيه العالم كله بيحب نوع مترويدفينيا، الألعاب المبنية على الاستكشاف الحر والرجوع للمناطق القديمة بقدرات جديدة. ولأن هالو نايت كانت من أفضل الألعاب في النوع ده، فالكل شايف إن سايلك سونج ممكن تكون هي العرش الجديد للألعاب دي. وأخيرا السبب الأكبر للشهرة إن الناس متأكدين إن تيم شيري مش هيخيبوا الظن، هم خدوا وقت طويل جدا في التطوير وده خلى التوقعات تعلى، لكن في نفس الوقت اللاعبين واثقين إنهم بيطبخوا لعبة أسطورية تستاهل الانتظار. بالمختصر، الجزء الجديد اتشهر لأنه بيمثل مزيج من حب الناس للجزء الأول زائد شخصية هورنت الغامضة زائد التطوير الضخم زائد الانتظار الطويل اللي خلى اللعبة تتحول لأسطورة قبل ما تنزل. وبس كده يا جماعة، كده ينتهي فيديو النهاردة. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، انتوا بتفضلوا انهي جزء.
جزء، هل هو الجزء الأول ولا الجزء التاني؟ أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.